بتعمل ماسك البيض بالعسل القدرة وتيجي تسألني انا ريحة شعري وحشة ليه؟ وبعد كده انت عرفتي منين ان شعرك بيحب البيض ني؟ هو انت خدتي رأيه؟ من الحاجات اللي بتخلي ريحة شعرنا وحشة الماسكات الغريبة اللي بنسمع عنها، زي البيض بالعسل والبيض بالمايونيز والجاز الابيض. عشان كده بنقول بلاش نستخدم الماسكات الغريبة دي، والافضل ليها نستخدم الحاجات الطبية اللي بتكون روايحها كويسة. تاني حاجة ممكن تخلي ريحة شعرنا وحشة الكريمات والجل اللي بنستخدمه عشان نسرح شعرنا، والمشكلة دي منتشرة اكتر في الشباب، كان بيستخدم الجل يوم ورا التاني بدون ما يغسل شعره، بالتالي بتتكون طبقات فوق بعضها بتخلي ريحة الشعر وحشة. يفضل كل يوم بعد ما تستخدم او تستخدمي الجل او الكريم تغسليه من على شعرك. تالت سبب ممكن يعمل كده انك تغسلي شعرك وبعد كده تغطيه بحاجة، والمشكلة دي منتشرة اكتر ما بين المحجبات، بتغسل شعرها وبعد كده تلف الطرحة وتنزل على طول، وده بيعمل ريحة عفونة او كمكمة. عشان كده دايما بعد ما تغسلي شعرك نشفيه كويس واديله فرصة ينشف قبل ما تلفيه بحاجة. رابع حاجة ممكن تعمل كده هي القشرة، والقشرة ليها كذا سبب، ممكن تكون اكزيما دهنية، ممكن تكون عدوى فطرية، وممكن تكون فروة الراس دهنية. ففي الحالة دي لو استخدمت شامبوهات القشرة ومفيش نتيجة يفضل انك تروح عند دكتور عشان يحدد السبب، وبعد ما بناخد العلاج المناسب بنلاقي ريحة الشعر راحت خالص. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو واكتبوا لي في الكومنتات اي سبب من اللي قلتهم كان بيسبب ريحة وحشة ليك.